اكتر حاجات لازم تكون بتعملها الفتره دي لو انت ثانويه عامه او ازهريه، بما ان الامتحانات بقى بتاعتكم قربت وكده. واحد، لازم تستغل الفتره دي تكون معظمها حل مش شرح خالص، ولكن مش بطريقه شقلب واجري، لان هي مش بالكم. المهم ان انت تحل كده الاسئله بتأني وتكون عارف كل سؤال هو رايح فين وجاي منين. اتنين، لازم تبعد عن السوشيال ميديا وعن التليفون عامه، لان هو بجد يعني ايه هيوترك جامد، وده مش وقته خالص بالله عليك. يعني استغل الفتره دي تكون مذاكره بس انت على مشارف الامتحانات، مش وقت التليفونات الله يسترها. لو في اي فصل انت واقع فيه او ما بداتش فيه خالص، ما ينفعش انت تقعد تسمع فيديوهات مثلا بالعشر ساعات والكلام زي كده. انت في ليالي الامتحان او الفتره دي عموما لازم تكون معتمد على نفسك بشكل اكبر، تكون انت بتراجع مع نفسك وبتذاكر انت كده الفصل مع نفسك، او لو الدنيا ضاقت بيك خالص ان انت تسمع فصل مراجعه، ولكن تسمعه في ساعتين ثلاثه بالكتير. اخيرا بقى، ما ينفعش انت تدخل امتحانات اخر السنه وانت مش حل اسئله السنوات السابقه. اسئله السنوات السابقه هتعرفك الوزاره بتفكر ازاي، والاسئله اللي هتجيلك اخر السنه هتجيلك ازاي. فما ينفعش تدخل امتحانات اخر السنه من غير ما تكون حلل كل اسئله السنوات السابقه، وكمان مش حللها ليله الامتحان، حاول تحلها الفتره دي علشان تستغل الافكار بتاعتها من دلوقتي.